ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير. النهارده بقى الجمال عدى الكلام. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. صينية لحمة بالبطاطس، حاجة كده عظمة. اللحمة حتة ملبن والبطاطس جوسي وتحفة. اللهم بارك. بصوا لونها وبصوا شكلها، بتتكلم عن نفسها. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. كده برضو انا كل مرة افكرك انك لسه ما حطيتيش اللايك ومكتبتيش كومنت حلو زيك وما شيرتيش الفيديو. لا بقى انا زعلانه والله. وفي حله على النار هنزل بحته زبده حلوه كده او حته سمنه اللي عندك استخدميه. وبعد كده هنزل بقطع اللحمه، هديها تشويحه جامده كده حلوه لحد ما تديني لون حلو. وبعد كده هكمل معاكم الوصفه. عايزه اقول لكم بقى انا ليه بحب استخدم الزبده. انا بحس ان السمنه لما انا بسيح الزبده ما بتبقاش فيها بركه، ان بحس ان انا لما بحط الزبده كده وبتسيح بتديني تسيحه السمنه لاول مره وريحه السمنه البلدي. فعشان كده انا بحبها، وبصراحه بتقعد معايا اكتر فتره من السمنه العاديه. وبعد ما اللحمه اتشوحت معايا وادتني اللون الحلو ده، هنزل عليها كده بحوالي بصلايه متقطعه شرايح، وهحط فلفل اسود والبهارات السبعه. زي ما قلت لكم قبل كده، البهارات السبعه فيها كل حاجه انا بحطها فيها، يعني مش ناقصها ولا حاجه من البهار. هنا بقى كده معايا قرنين فلفل رومي وقرنين فلفل حراق. مقطعه الفلفل الرومي كده قطع صغيره، والحراق سايباه سليم زي ما هو عشان هو حراق قوي بصراحه. ومعايا بقى كده معلقه من الثوم، هحطها برضو كده وهشوحها معاها. واول ما هشم ريحه الثوم هنزل كده بمعلقه من الصلصه. معلقه الصلصه دي بتدي تيست حلوه قوي لصينيه البطاطس باللحمه، بتديها طعم حلو جدا. ومعايا هنا كده حوالي نص كيلو من الطماطم ضربها في الخلاط، وهنزل بقى كده على اللحمه. وبعدين هنزل عليها بحبه ميه كده من الكاتل سخنه، وهنزل عليها بمكعب مرق الدجاج اختياري. حبيتي تحطيه حطيه، ما حبيتيش خلاص. ونسيب بقى اللحمه بتاعتنا كده تستوي في الصلصه. عايزه اقول لكم هتاخدوا احلى لحمه. بصوا هي كده بقت 3/4 سوا. حطيت فيها الشوكه كده وغرزت كده اللحمه معايا بقت 3/4 سوا. هسيبها بقى على النار برضو بتاع 5 دقايق ولا 10 دقايق عبال ما اعمل بقى البصله بتاعتي. هنا كده معايا بقيه البصل اللي انا مقطعاه، هنزل عليه بالملح والفلفل الاسود والبهارات السبعه ومعلقه صغيره كده من الكزبره الناشفه. وبعدين بقى هدعك البصله جامد قوي كده لحد ما احس ان العصاره بتاعه البصله بقت موجوده كده في ايدي وفي الصينيه. وبعدين هكون مقطعه البطاطس كده طرنشات او حلقات، وهنزل بقى كده في الصينيه وهدعك بقى البطاطس بتاعتي كويس لحد ما اتبلها كويس قوي بالبصله. يعني زي ما تقولوا كده بتشرب من البصله والتوابل. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. وبعد كده هتكون بقى اللحمه بتاعتي خلاص، هاخدها من على النار وهنزل بقى باللحمه بتاعتي في قلب الصينيه عشان ادخلها الفرن. بصوا بقى بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. حاجة عظمة اللهم بارك، والطعم خرافة. صدقوني لو عملتوها بطريقتي مش هتبطلوا تعملوها. بس اهم حاجة تدعولي دعوة حلوة كده من قلوبكم، ان شاء الله ربنا يستجاب. هكون مولعة الفرن على درجة حرارة 180، وهحط الصينية كده في النص على الشبكة، وهسيبها لحد ما تحمر من فوق. هي هتحمر من فوق يبقى خلاص كده هي استوت، لان انا مسوياها 3/4 سوا. بصوا بقى بعد ما طلعت من الفرن بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. حاجة كده عظمة. البطاطس جوسي وجميلة، واللحمة عجمية بمعنى كلمة عجمية اللهم بارك. عملت بقى جنبها حبة رز بشعرية وطبق سلطة، وبالهنا والشفا. وتفضلوا معانا، واشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة ان شاء الله.